النهارده هي دي الجبهه اليمين للنادي الاهلي على مستوى الاداء الدفاعي والهجومي. احمد عيد عبد الملك ينطلق من الجبهه الشمال، حسام عاشور راجع معاه من وسط الملعب يلعب العرضيه جوه الصندوق خطيره، عند الناحيه الثانيه عبد السلام نجاح لوحده، لسه الهجمه جوه 18 يسجل منها ميكي اللي كان سجل هدف ايضا التعادل لحرس الحدود في نهايه كاس مصر الامامي. ادي اللعبه مره ثانيه من الجبهه الشمال، عكس جهه الملعب احمد عيد عبد الملك، عبد السلام نجاح لها في وسطه حلو، احمد حسن ميكي ويحطها في الزاويه الشمال صعب على امير عبد الحميد، انما شغل الجمله تكتيكيه واضحه المعالم لنادي حرس الحدود يقدروا ان هم يتقدموا بهدف مع اول 5 دقائق. واحد لحرس الحدود لسه بدري قوي، واللقاء ده او الهدف كده هيبدا يخلي اللقاء يبقى ليه شكل تاني وطعم تاني. وقلت لحضراتكم ان الفريقين بيلعبوا النهارده بنفس طريقه الاداء الفني او التكتيكي، سواء حامد العجيزي لمحمد طلعت، محمد طلعت خارج ال 18 هيدور جوه المنطقه عملها حلوه، ابو تريكه ممكن الهجمه حلوه انما لفت من ابو تريكه بجوار القائم الشمال في اول هجمه احمد فتحي يلعبها لمحمد طلعت اللي بيحاول يهرب من الرقابه وينزل لتحت شويه. محمد طلعت وطلع احمد علي عايز ياخد الكوره منه ولعب التمريره الفكره حلوه كانت عايزه حنينه بيدور كثافه العدديه في وسط ملعب الحرس، تمريره حلوه مفيش تسلل انما ملوش حظ في اللعب. محاوله للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه للمره الثانيه، محمد طلعت لسه موجوده الهجمه، ممكن العرضيه من سيد معوض، النادي الاهلي العرضيه موجوده، ضربه الراس، محاولات للنادي الاهلي انما في النهايه محمد ابو تريكه جزء طويل القامه، العرضيه موجوده خطيره جوه المنطقه، زحمه الهجمه موجوده انما موجود دفاع الحرس، بينادي على حد من زمايله يقرب يلعبها حلوه على حدود المنطقه، هاني العجيزي لمسه حلوه، محمد ابو تريكه مش ممكن يا خبر يا خبر يا خبر، خطيره خطيره لمين يطلعها، محاوله للنادي الاهلي والشراسه الهجوميه موجوده انما تمريره مفيش احلى من كده بضربه راس وتواجد داخل المنطقه في منتهى الجمال لمحمد ابو تريكه، انما التالق كان من نصيب كميني معوض في الجبهه الشمال ومحمد ابو تريكه هيسلمه فعلا يلعب له سيد معوض اللي بدا يتحرك تحركات حلوه، العرضيه موجوده كميني غلط كميني المره دي وضربه ركنيه للنادي الاهلي، اتعملت العرضيه ركنيه انما بدا اهو سيد معوض بيقول لحضراتكم لو اتحركت الجبهه الشمال للنادي الاهلي هيبقى في تاثير وفاعليه هجوميه في المنطقه الفنيه اكتر، المنطقه الاماميه. ادي اللعبه مره ثانيه وقعت من ايد كميني واحمد فتحي كان قريب واشترك معاه وقدر ان هو ياخد منها ضربه ركنيه. اللعبه والنتيجه واحده حتى الان، تتلعب على طول مره ثانيه جوه المنطقه خطيره حلوه انما جت في حد كالعاده الكثافه العدديه لعيبه الحرس قدام ال 18 يبداوا يشتغلوا اكتر من 8 لعيبه، عدى حلوه وسيد معوض ممكن جوه المنطقه، العجيزي موجوده الهجمه موجوده ركنيه، معوض في الجبهه الشمال انما لسه حسام عاشور كل ده اتاخر قوي ان هو ينقل الكوره، هاني العجيزي حلوه جوه المنطقه ممكن التعادل خطيره جوه المنطقه انما تروح لكاس ان هم يأدوا الوقت المتبقي. سيد معوض هيعدي من الجبهه الشمال، العرضيه موجوده حلوه مش ممكن مش عرضيه لطشها محمد ابو تريكه، هنشوفها مره ثانيه، ابو تريكه هو اللي كان داخل منطقه الجزاء، مش ماشيه مع محمد ابو تريكه النهارده، مش ماشيه مع ابو تريكه، كورتين 3 للنادي الاهلي اتصرف فيهم محمد ابو تريكه بشكل طيب، احمد عيد عبد الملك يلعبها لقدام، الهجمات المرتده اللي هتعمل خطوره على دفاعات النادي الاهلي في ظل النقص العددي، عبد الغني يخلصها لنفسه انما بجوار القائم اليمين رجع احمد عند احمد حسن مكي اللي بيدور جوه المنطقه بيلتحم له محمد مكي اللي عدى داخل ال 18 الهير ده والله هو يلعبها على طول عند محمد طلعت يخلصها بشكل حلو قوي يا ولد يا لعيب. الاولاني رغم طرد احمد السيد في اكتر من 7 8 دقائق او 10 دقائق بيأدوا بشكل برضه ايجابي كأن الفرقه بتلعب كامله، العرضيه موجوده، ابو تريكه مش ممكن، فكر مرتين ابو تريكه، لو واحد من لاعبي الوسط في النادي الاهلي بقى عنده الجرأه ان هو يزيد مع محمد ابو تريكه في ظل ان محمد طلعت بيستلم وينزل لتحت ويعمل هو التمريرات كده للاثنين اللي جايين بقى من الخلف، هيبقى النادي الاهلي ليه شكل هجومي ايجابي في المنطقه الاماميه، لما عايز يفتح مساحه يعدي يسدد او يمر لزمايله اسلام الشاطر ماشي واحده والثانيه جوه المنطقه خطيره ما كانش فيها تسلل انما في النهايه مساحه للتمرير مع زمايله خارج المنطقه يلعبها حلوه عرضيه يا سلام على الراس وكأن كامينو ده كاميني ده محجب النهارده، ده كاميني ده عامل حاجه في الجول النهارده، يا ولد يا ولد ويا
الولد يا كميني لازم نديله حقه، انما عرضيه زي ما الكتاب بيقول وارتقاء من محل الهجمه لحرس الحدود مره ثانيه في المكان الفاضي. محمد مكي ينطلق داخل منطقه جزاء النادي الاهلي ويقرب منه حسام عاشور، يلعب العرضيه خطيره على حدود المنطقه. هجمات لحرس الحدود قليله انما قدروا يستغلوا الاهداف مع كده الفرص. رفع الشوط الاول بهجمه سجلوا منها احمد حسن مكي، واد احمد عبد الغني بالتمريره اللي عملها له محمد مكي يحطها في حته صعبه على امير عبد الحميد، يسجل الهدف الثاني لحرس الحدود. اثنين الحدود لا شيء النادي الاهلي، وطموح الحرس يفوق الحدود في لقاء اليوم. ادي احمد عبد الغني هداف نادي الحرس في اخر 3 مواسم، نقلوا الهجمه جمله 3 نقلات وصلوا بيها لمحمد مكي بشكل مؤثر جدا، ويلعب العرضيه الراجل وقف على الكره وهدي عليها بخبره. احمد عبد الغني استلم وسدد على يمين امير عبد الحميد. هدف ثاني لحرس الحدود يصعب المهمه على لعيبه النادي الاهلي اللي انا شايف النهارده ادوا بشكل طيب رغم التاخر بهدفين. ادي اللعبه وصعب على امير عبد الحميد، استلم هو احمد عبد الغني وكان محمد سمير واحمد فتحي وعاد عنه في عمليه الرقابه، انما قلنا ان النادي الاهلي هيتاثر في الهجمات المرتده لنادي حرس الحدود مفيش شك. دي الفجوه اللي عملها احمد السيد في الوقت اللي بيركز فيه معظم اللعيبه ان هم يشتغلوا فيه وسط الملعب والمنطقه الاماميه. الهدف بيتعادل المره الثالثه والرابعه، والتحرك من محمد مكي بعبقريه في المكان الفاضي بعد ما خد التمريره الاماميه ونجح الكابتن كمين. هيلعب العرضيه، موجوده العرضيه عند عبد الملك، استلمها من مره واحده ادوار القائم تكتيكيه في المنطقه الاماميه، يقول لك امسك الكوره ومرر في وسط الملعب. حلوه التمريره محمد طلعت، حوار ثنائي ممكن طلعت انما كمين مش ممكن العرضيه، انما راجع محمد مكي ويتمركز داخل ال 18. تسديده حلوه شكلها حلو انما بجوار القائم. كمال هيبص عند طلعت ويلعب العرضيه حلوه، العرضيه موجوده انما دي اسهل يا محمد يا طلعت من الاثنين اللي الثانيه اللي ورا. احمد فتحي حلوه التسديده، ممكن الهدف الاول. ابو تريكه هنشوف ازاي شكله مد تسلل ولا هدف للنادي الاهلي مع تحيات محمد ابو تريكه. 2-1. ادي اللعبه مره ثاني، احمد فتحي والتسديده محمد ابو تريكه، كأن الحجاب اللي عامله كميني فك بعد نهايه اللقاء. هو عامل حجاب مدته 90 دقيقه، خلصت ال 90 دقيقه سجل محمد ابو تريكه.